عسلامة، مرحبا مرحبا بكم. أي شكون تحب اليوم تكون أمك السنيفة وتتبعني وتطيب معايا الكسكس هذا اللي يجيني فريمون بنين يشهي ريحته ديجا ومطعمه حاجة بالحق ولا أروع. كسكسي في الطقس هذا بارد، دونك ما يحلى كسكسي نهار لحد كان بالكسكسي. الحقيقة أنا طيبت الكسكسي اليوم، قلت نودكم بيه مع القرون فلفل الخضر، حاجة روعة. الخضرة طيبة ما شاء الله، حسيله جيني كسكسي بنين بنين على الآخر. وكا معاهم البن باش نفكركم تاخذوا معاه البن. كاين تحبوا تقعدوا معايا تشوفوني بريتاب كيفاش عملت به. خذيت الطنجرة متاعي، حطيت شوية زيت زيتونة شوية زيت نباتي، حطيت الفلفل متاعي يتقلى على النار هيجة في راحة من عقله. حبيته يتقلى سلة سلة مع الفلفل الشايح هذيك. بطبيعة الحال يلزمني نخليه برشا الفلفل شايح ونخرجه باش نحضره بعد وتنوريكم كيفاش عملته. والفلفل الأخضر قاعدة نطيب فيه، طيبتوش نحيته. توا باش نحط الدجاج متاعي في نفس الزيت في نفس الطنجرة، نحط الزيت الدجاج والبصل ونزيد نخلط عليهم الطماطم مغرفتين باهين كبار ولا 3، معناها كان مغرفة صغيرة. حطيت الكركم شوية كركم، وحطيت شوية تيبل وكربية وشوية فلفل زينة وشوية الفلفل شايح بعد باش نهرسو. وهذاك الملح حطيت خضرتي الكل، القرع البصل الحم البصل السفنيريا والقرع الاخضر والبطاطا واللفت. حسيلو حطيت حتى الخرشف، حطيت ذيك الكرنب. منعرفش نتوما كيفاش تسميوها عندكم، الابيض هذاك احنا نسميوه كرنب. وحطيت القدر على الأخضر هذيا بعد ما غليت شوية بالكدا الخضرة. بعد تالي خذيت الكسكسي متاعي، حطيت فيه شوية عود قرنفل وحطيت فيه شوية كركم باش يعطي اللون الأصفر. أنا راني الكركم ما يتنحاش من درجاتي، دونك وزدت شوية تيبل وكربية. حقيقة اللي ياكل فلفل أكحل اللي ينجم يعمل فيه كعبات فلفل أكحل. وعملت رشة زيت باش نجم نحلو بالكدا بالكدا باش ما يتشدليش كل كعبة تجيني وحدها. نحب الكسكسي جبيد وميم طون كل كعبة تجيني وحدها الحقيقة. وسقيته ما نسقيهش بالماء، انا نسقيه بالصوص متاعو باش يجيني بعد بنين. حتى كان ما فضلتش صوص ولا حاجة مش مشكل، اسونسيال هو يطيب في الصوص نتاع الكسكسي نتاعو. هكا كيف ما تراو سقيت درجة درجة بشوية بشوية حتى لين كل كعبة في الكسكسي خذيت حقها في السقاء. وبعد ما سقيته باش نخلطه الكل كله مع بعضه، وبعد نحطه يفور على الطنجرة. قبل ما نحط الكسكسي باش يفور هرست الثوم، ما هرستوش برشا برشا هو والفلفل شايح، ورميته خلطته على الخضرة باش يسيب القوم تاعو في الاخر يجي روعة. توا خليته يفور الكسكسي هذاك، بعد ما فار كيف ما تراو فيه هبطته باش نعاود نسقيه المرة الثانية. الله ولا وك. دونك باش نخليه يتسقى بالكدا بالكدا كيف ما ترى وريتو كل كعبة وحدها. هذيك الفايدة راهو كي تجيكم الكسكسي كل كعبة وحدها والعود قرنفل راهو يبنن برشا 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 الكسكسي عن تجربة، معناها جربوه وشوفوا. عاود باش نسقيه الكلو باش يعطيني معناها هذه التسقية الثانية. نعاود زادة كيف كيف نحطو يفور الفورة الثانية، هذه التسقية الثانية. كيف ما تراو الصوص بدا يتخثر شوية مع الخضرة وتجيب سلة سلة الخضرة بطبيعة الحال. دوك نسقي الكسكسي متاعي وعيني مغمضة انه باش يجيني حاجة ما خيرش من الكسكسي متاعي الحقيقة. والله العظيم بنين برشا، معناها جربوه وما تنساوش باش تعملوا لي كومنتير تقولوا لي كيف يجيكم الكسكسي. بالحق راهو حاجة بالحق بنينة 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 بنينة. أنا معناها ديما نجربه طريقة ناجحة 100%. توا بعد ما سقيته بالباهي كيف ما تراو فيا نبنن عليه هكا هكا كل كعبة خذيت بيتها وفار لي الفورة الثانية، وهذا ظهر لي الكسكسي سقيته الكل مع بعضه.
راهو على فكرة ما خلطتش حتى على شيء، خلطت في الآخر بالكل خذيت طنجرة وتك تك صورت لكم شنو قعد. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وما تنساوش باش تعملوا لي جاي، وكاين فما أي حاجة قولوا لي عليها وإن شاء الله بالنسبة للخرش في الحقيقة نسيت ما عملت لكمش الفيديو كيفاش قصيته وغليته، أنا جست قصيته غسلته وغليته في طنجرة وبعد تالي خلطته في آخر متعب معناها الكسكسي حطيته معاهم. حاسيلو صحة وبشفاء ليكم وإن شاء الله نتلقاو في فيديو آخر، مقعد لكي باش نقولكم بسلامة.